طالب اولى ثانوي والله كبرت يا واد وبقيت في ثانويه عامه، الله اكبر عليك ما شاء الله، انسى الاعداديه. انت معاك ان شاء الله ماده التاريخ، ماده من المواد المهمه قوي 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 اللي حبيت اعمل لك فيها قرص تاسيس تقدر تضمن بيه التاريخ على مدار الثلاث سنين. هقول لك شويه معلومات كده وجاي دردش معاك عشان اقول لك ما تخافش. عمك غريب سندك وحبيبك وعمره ما هيسيبك. انا جاي اقول لك ايه؟ هو التاريخ اصلا فيه تاسيس؟ ايوه يا وحش، التاريخ فيه بعض المعلومات المهمه اللي احنا لازم نمشي بيها. بص يا وحش، عشان بس ما تتوهش مني، بالنسبه لماده التاريخ الناس اللي قالوا لك ده زيها زي الدراسات وممكن تتابعها زي الدراسات، الموضوع مختلف تماما. مفيش حاجه اسمها دراسات معانا دلوقتي اسمها تاريخ، وماده التاريخ من المواد المهمه اللي موجوده معاك اولى وثانيه وثالثه، سواء كنت ادبي سواء كنت علمي سواء كنت بكالوريا سواء ثانويه عامه، التاريخ لازق معاك، لازق في وشك مش هيسيبك. فانا جيت اقول لك النهارده شويه معلومات تاسيسيه تحتاجهم في ماده التاريخ وتستفيد بيهم، زي بالظبط كده لما يحب يعمل لك كورس في الانجليزي يبدا يقول لك شويه معلومات بتفيدك على مدار السنوات اللي معاك. انا جاي اقول لك النهارده وان شاء الله رب العالمين الكورس ده يفيدك. جاي اقول لك كده في ضربه البدايه بالنسبه للتاريخ احنا هنبدا ندرس ايه في التاريخ. انا هقول لك النهارده احنا بنتكلم على التاريخ. يعني ايه كلمه تاريخ؟ اول ما اسال طالب لسه داخل جديد بقول له يعني ايه كلمه تاريخ؟ يقول لي التاريخ يا مستر حاجه حصلت زمان. قلت له يعني ايه حاجه حصلت زمان؟ يقول لي كل حاجه حصلت زمان. قلت له يا حبيبي كل حاجه حصلت زمان ديت كلمه زحمه، وممكن نقول كل حاجه حصلت زمان بالنسبه للحيوانات ولا بالنسبه للنباتات ولا بالنسبه للانسان. فراح وقف مع نفسه وفكر شويه وقال لي يعني ايه يا مستر تاريخ؟ وده اللي احنا هنبدا نعرفه ونتعرف فيه على اول معلومه طالما انا بدرس تاريخ. فهتقول لي يعني ايه كلمه التاريخ؟ قال لي بكل بساطه التاريخ ده يا وحش علم. اللهم صل على النبي، انت جبت جديد؟ جبت جديد. ما انا هقول لك، انا اصلا لما اجي اكلمك على التاريخ اقول لك علم يتناول نشاط الانسان. يعني انت قصدك ان التاريخ ده مرتبط بالانسان؟ ايوه يا نجم النجوم، التاريخ مرتبط بالانسان بس. يبقى التاريخ علم من العلوم الانسانيه. يبقى انا بتكلم على التاريخ بالنسبه للتاريخ للثلاث سنين اولى وثانيه وثالثه، ان التاريخ بيكلمني على نشاط الانسان. مين الانسان؟ الانسان اللي هو انت وانا وابويا وابوك وجدي وجدك والدنيا كلها من ايام سيدنا ادم عليه السلام ومن بعد منه سيدنا نوح عليه السلام. دول بدايه الوجود، ومن بدايتهم نبدا نحكي بقى تاريخ ونبدا نتكلم على التاريخ. يبقى التاريخ علم مرتبط بالانسان، مرتبط بنشاط الانسان. يبقى يعني ايه كلمه تاريخ؟ علم يتناول نشاط الانسان فين؟ في كل الازمنه، مش في زمان واحد، وفي كل العصور. موضوعه مين؟ موضوع الانسان. بيتكلم عن مين؟ بيتكلم على الانسان، بيتكلم على اللي عمله الانسان وكان عايش ازاي الانسان وبياكل ازاي، عايش حياه مستقره ولا مش مستقره، بيتنقل من مكان للتاني. يبقى التاريخ علم يتناول نشاط الانسان في كافه الازمنه وفي كافه العصور. حلو جدا. التاريخ بدا امتى؟ امتى بدا التاريخ؟ ودي معلومه تبدا تلف دماغك شويه. هو امتى بدا التاريخ؟ من اول ما ربنا خلق الانسان على الارض؟ لا، التاريخ ارتبط بكلمه تاريخ. فيقول لي التاريخ بدا التاريخ منذ معرفه الانسان الكتاب. قلت له كلام جميل. النهارده حصتنا بتاريخ مثلا حوالي 15/8/2025. يبقى انا كده كتبت تاريخ. فانا بسجل اللي حصل في حصتي النهارده وبقول التاريخ اللي موجود معايا ده حصل فيه ايه وايه اللي حصل بالتفصيل. فالحصه بتاعتنا بتتذاع يوم 15/8 مثلا سنه 2025. فلما اقول لك التاريخ يبدا امتى؟ يبدا من اول ما الانسان يعرف الكتابه. امال قبل ما يعرف الكتابه مفيش تاريخ؟ لا، قبل ما يعرف الكتابه اسمها عصور ما قبل التاريخ. اول ما عرف الكتابه اسمها العصور التاريخيه. يبقى انا لما احب اتكلم على التاريخ انا بتكلم ان الفيصل في التاريخ هو معرفه الانسان الكتاب. يبقى لما اجي اتكلم على التاريخ بقول لك عصور ما قبل التاريخ. تاني حاجه العصور التاريخيه، ودي حاجات احنا هنبدا نفهمها مع بعضين. يبقى انا لما باجي اتكلم على العصور ما قبل التاريخ قبل ما الانسان يعرف الكتابه فانا بسميها عصور ما قبل التاريخ. انت عندك معلومات عنها؟ عندي.
بس معلومات قليله. طب انت عندك حاجات موثقه عنها؟ بس حاجات قليله خالص، الحاجات اللي الانسان سابها. يبقى عصور ما قبل التاريخ قبل معرفه الكتاب، العصور التاريخيه بعد معرفه الانسان الكتاب. يبقى الفيصل متى بدأ التاريخ؟ من اول ما الانسان عرف الكتاب. طيب لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي. طب المعلومات دي هنعرفها؟ طبعا هنعرفها عن طريق المنهج اللي موجود معانا. يبقى لما اجي اتكلم على التاريخ يقول لي عصور ما قبل التاريخ، قبل ما الانسان عرف التاريخ ما نعرفش عنه حاجه، يا دوب بس ممكن يسيب اثار بسيطه قوي. كان عايش في كهف، كان عايش فوق الجبل، كان عايش على حرفه الجمع والالتقاط، يتنقل من مكان للتاني، مش عارفين عنه حاجه. كلامنا عنه كلام مبهم، فانت اصلا كده مش عارف هو بيعمل ايه. لما اجي اسجل يومياتي، ده انا بقول لك يا وحش انت دلوقتي هقابلك بعد اسبوع، فانت بتعمل رساله على الموبايل عشان تبدا تفهم انا هقابلك امتى، وبقول لك سجل الرساله ديت عشان ما تنساش. فطالما انت سجلت مش هتنسى. طب لو ما سجلتش، اصلا انا نسيت، اخصى عليا، اصل النسيان والله مش عارف هعمل ايه. يا سلام، الذاكره ما تسمع. يبقى لذلك الكتابه، الحاجات الموثقه المكتوبه المدونه، بسميه تاريخ. مش هنطول في الكلمه دي قوي. يبقى انا دلوقتي لما اجي اكلمك على التاريخ، متى بدا التاريخ؟ قال لي بدا التاريخ منذ معرفه الانسان الكتابه. طيب واحد قال لي يا مستر، قلت له نعم يا حبيب قلب المستر. قال لي ايه الفرق بين الكتابه بين الحضاره وبين التاريخ؟ قلت له انت كده بتتكلم في خطر. قال لي يعني ايه؟ قلت له الحضاره والتاريخ ايه الفرق بينهم؟ لان الكتاب بتاعك لازم تتعرف عليه، اسمه الحضاره والتاريخ. فقال لي هو يعني ايه كلمه حضاره؟ قلت له يعني ايه كلمه حضاره؟ قال لي كلمه حضاره ليها تعريفات كتيره، منها هي كل ما انتجه عقل الانسان سواء كان مادي او ادبي. كل حاجه الانسان فكر فيها، تليفونك حضاره، عربيتك حضاره، الاهرامات حضاره، المعابد حضاره. كل حاجه الانسان عملها انا بسميها حضاره. تعريف الحضاره معانا بيقول لي ثمره اي مجهود يقوم به الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه، فدي بنسميها ايه؟ قال لي اسمها حضاره. قلت له كلامك مظبوط. الحضاره انا بسميه تطور الانسان. يعني ايه تطور الانسان؟ الاول الحضاره كان عايش فين؟ قبل الحضاره معرفش، كان عايش في كهف، يتنقل من مكان للتاني، بعد كده عرف الزراعه. فلما عرف الزراعه راحت معلمه حاجه اسمها الاستقرار، والاستقرار علمه حاجه اسمها الحضاره. يبقى الحضاره مرتبطه بايه؟ قال لي الحضاره مرتبطه بالزراعه. والتاريخ مرتبط بايه؟ قال لي مرتبط بالكتابه. قلت له كلام جميل ملوش مثيل، ما اقدرش اقول حاجه عنه. يبقى متى بدات الحضاره؟ بدات الحضاره منذ معرفه الانسان الزراعه. اشمعنى الزراعه؟ بدا ينتج غذائه، بدأ يستقر، بدأ يقعد في مكان ما يتحركش منه، يقعد جنب بيته وجنب غيطه، يقعد جنب أرضه، يولي أرضه ويشوف زرعه. وبعد كده أول ما جت في دماغه فكرة العبودية، هوب على طول طلع يعبد إله. أول ما جت في دماغه فكرة العبودية وهيعبد إله، بنى معبد. أول ما بدأ الإنسان يموت بدأ يفتكر إن هو يبني له مقبرة. ما هو يعني إيه كلمة حضارة؟ تطور المنازل والمقابر والمعابد ووسائل النقل والمواصلات والاتصال، كل ده بنسميه حضارة. فواحد قال لي يا مستر، قلت له نعم يا حبيب قلب المستر. قال لي إيه الفرق بين الحضارة والتاريخ؟ أو إيه العلاقة بين الحضارة والتاريخ؟ قلت له هي الحضارة بدأت إمتى؟ بدأت الحضارة منذ معرفة الإنسان الزراعة، وبدأ الإنسان يتطور لحد دلوقتي وصل للعالم الخارجي. كلام جميل. يبقى لما أجي أقول لك الحضارة بدأت منذ معرفة الإنسان الزراعة، ودي بتحكي لي تطور الإنسان. طب تطور الإنسان ده احكيه إزاي؟ قال لي عن طريق التاريخ. يبقى إيه العلاقة بين الحضارة؟ ايه العلاقة بين الحضارة والتاريخ؟ قلت له بكل بساطة، بص التاريخ بيحكي الحضارة. قال لي ازاي؟
قال لي هو التاريخ بيحكي ايه؟ قال لي علم مرتبط بالإنسان، والحضارة ثمرة مجهود الإنسان. إذا الحضارة هي مجهود الإنسان اللي ببدأ أحكيه عن طريق التاريخ. يبقى التاريخ بكل بساطة يحكي الحضارة. قلت له بص أنا مش فاهم حاجة، والله العظيم ما أنا فاهم حاجة. قال لي ليه مش فاهم ليه؟ قال لي إزاي التاريخ بيحكي الحضارة؟ قلت له تعالى نحكي حاجة بسيطة جدا. تطور العربيات، السيارات، الأول كان الإنسان بيعمل إيه؟ بيمشي، وبعد ما يمشي يتعب، وبعد ما يتعب جاب حمار، بقى يمشي هو والحمار. الحمار بدأ يتعب، جاب عربية كارلو، شال الحمار وحط موتور للعربية لحد ما اتطورت. هو ده ايه؟ حضارة. وده بيحكي لي عن تاريخ ايه؟ تاريخ الاختراع السيارة. لذلك لما اجي اقول لك التاريخ بيحكي الحضارة، وده العلاقة ما بين التاريخ وما بين الحضارة. قلت له كلام جميل قوي. طيب احنا هندرس تاريخ العالم، احنا النهارده هنكلمك على تاريخ العالم. مستر هو العالم ده عباره عن ايه؟ الارض، الكون. الكون. طب العالم اللي احنا هنحكيه، اللي انت هتحكيه لنا في سنه اولى وبعد كده في سنه ثانيه وبعد كده في سنه ثالثه، بنتكلم على ايه؟ قال لي احنا هندرس الاول تاريخ العالم القديم. مستر يعني ايه كلمه العالم القديم؟ ايه العالم القديم ده؟ اللي هو التاريخ القديم اللي حصل منذ بداية البشرية، يعني اللي حصل في مصر واللي حصل في سوريا واللي حصل في لبنان واللي حصل في العراق، حضارات قديمة. يبقى لما اجي اتكلم على تاريخ العالم القديم يقول لي هو التاريخ انواع؟ قلت له طبعا تاريخ العالم القديم وده بيدرس فيه الحضارة اللي قامت. ما طالما عالم قديم يبقى انا بتكلم على حضارات قامت في الشرق وحضارات قامت في الغرب، هو ده العالم القديم. حضارات قامت في الشرق، شرق الكرة الأرضية، ويقصد بالشرق حضارتين. لما نيجي نتكلم على الشرق نقصد بيه قارتين، قارة أفريقيا ونقصد بيه قارة آسيا. دول من ضمن الحضارات اللي كانت موجودة. فين في أفريقيا؟ قال لي عد كده. واحد، حضارة مصر الفرعونية. حضارة مصر الفرعونية حضارة قديمة وحضارة عريقة، من أول الحضارات اللي كانت موجودة على سطح البشرية وعلى سطح الكرة الأرضية. يبقى لما أنا أقول لك أنت هتدرس إيه؟ تقول لي والله أنا هدرس حضارة مصر الفرعونية اللي موجودة فين؟ قال لي موجودة في أفريقيا. قلت له كلام جميل. كنا هندرس حضارة بلاد النوبة اللي اسمها حضارة كوش، ودي من الحضارات القديمة. وكمان ممكن ينزل لي حضارة أكسيوم أو حضارة أكسوم اللي موجودة في أثيوبيا وفي إريتريا. دي حضارات موجودة في أفريقيا. إحنا هندرس منها إيه؟ هندرس منها بس الحضارة الفرعونية. طيب أما بالنسبة للحضارات اللي موجودة في آسيا، حضارة موجودة في دولة العراق، وحضارة موجودة في بلاد الشام، وحضارة موجودة في بلاد فارس. دي كلها بنسميها حضارات قديمة، اللي هي حضارات العالم القديم اللي قامت عندي في الشرق. طيب حضارة العراق اسمها حضارة إيه؟ ما بين النهرين. حضارة بلاد الشام اسمها حضارة فينيقيا، والحضارة الأرامية والحضارة العامورية. دي كلها حضارات، دي حاجات جميلة هتدرسها وتستمتع بدراستها. حضارة بلاد فارس اللي هي موجودة في دولة إيران، كل دي حضارات شرقية من ضمن حضارات العالم القديم اللي موجودة عندي في قارة آسيا، والحضارة اللي موجودة عندي في قارة إفريقيا. أما بالنسبة للحضارات الغربية، ودي نقصد بيها حضارة الإغريق، ودي هتدرسها إن شاء الله في الترم الثاني، وحضارة الرومان. دي كلها حضارات هنبدأ ندرسها ونبدأ نتكلم عنها بالتفصيل، ولازم نتكلم على دور مصر الحضاري في الحضارات دي. مصر يا جماعة، مصر ليها الفضل على العالم كله، علمت العالم كله. فواحد قال لي مستر لو سمحت. قلت له قول يا حبيبي. قال لي أذاكر تاريخ إزاي؟ أنا أمي بتقعد معايا بالسلاح المعتاد، الشبشب موجود، وتقعد تقول لي سمع. قلت له معلش يا مامته لو سمحت اركني على جنب، السنة دي مش سنة أولياء الأمور إنها تقعد تذاكر للطالب. ابنك كبر يا أم أحمد، ابنك كبر يا مروان، خلاص ابنك وبنتك كبروا، سيبوهم يذاكروا براحتهم. فواحد قال لي يا مستر أمال إزاي أذاكر تاريخ؟ كنا زمان مع المس ما شاء الله تمسك الطبلة ونقعد نغني، ومع المستر يقعد يغني لنا ونقعد نحفظ، ونقعد نقول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، ونقعد نغني كده في الدراسات. هل إحنا هنغني؟ لا. طب هل إحنا هنحفظ؟ لا. طب أمال هنذاكر تاريخ إزاي؟ أما التاريخ مش حفظ، يبقى إحنا هنحفظ إيه؟ حبيبي مفيش حفظ. جات لي شكوى
كبيره جدا بتجيلي على طول، مستر بنتي حافظه من الجلده للجلده، والله بقعد اسمع لها من الجلده للجلده، وبتقعد مع المستر او بتقعد تحل ما بتعرفش تحل، جايبه كتب خارجيه، جايبه ملزمه حضرتك متابعه معاك، ما بتعرفش تحل. مش هتعرف تحل. ليه؟ لان التاريخ فهم. عشان كده طبقوه على العلمي. الناس اللي كانوا بيقول لك لا بتاع التاريخ، لا انت ما عندكش غير تقعد تحفظ بس كلمتين بتوع تاريخ، وتقعد تقول لاحمد عرابي وسعد زغلول وشنبات وحواجبه ومش عارف، لا انسى الكلام ده. ما عندناش في التاريخ حفظ الا مجرد ان انت تعرف مكان المعلومه مش اكتر. مستر يعني التاريخ هذاكره ازاي؟ التاريخ انت معاك 70% فهم، هتفهم المعلومه، ولما تفهم المعلومه تعمل لها اسقاط. اضرب لك مثل بسيط، المثل بيقول لي ايه؟ مات الاسكندر. ده مثل بسيط كده عندك في المنهج هتعرفه. مات الاسكندر دون وريث. الاسكندر مات ما كانش عنده وريث، ولما الاسكندر مات وما كانش عنده وريث، ايه اللي هيحصل يا عم الحاج؟ قالوا والله لما الاسكندر مات وكان عنده ممتلكات وما كانش عنده وريث، اضطروا ان هم يعملوا اجتماع. ده الاسكندر ميت والجثه موجوده قدامك. قال لك الحي يبقى من الميت. يعني ايه الحي يبقى من الميت؟ قال لك احنا هنطبق مثل البكا على راس الميت. يا مستر المثل ده ما بيتقالش غير في موقف الميكروباص. حبيبي انت هنا هتقعد معانا على مصطبه وتركب معانا في موقف الميكروباص. ايه ده يعني الكلام ده في المنهج؟ في المنهج. يعني يا مستر البكا على راس الميت ده في المنهج؟ لا مش في المنهج. قال لا طب امال جاي سؤال فيه ازاي؟ ما هو ده اللي انا بسميه الفهم. الفهم والاسقاط، تفهم المعلومه وتعمل لها اسقاط، وده موجود معانا ومنتشر، وده هنطبقه خلال الشرح بتاعنا ومن خلال الاسئله ومن خلال المتابعه بتاعتنا على طول. لازم الكلام ده يتقال على طول. يعني وانا بذاكر لازم افهم الحدث والمعلومه واعمل لها اسقاط على الاحداث اللي موجوده عندي. طيب عرفنا خلاص اللي احنا موجود عندنا، وطبعا عرفنا المحتويات. طب هنا بيقول لي ايه؟ التاريخ يعني تواريخ، والتواريخ عقد الطالب، سواء كان اللي عايز يهرب من ادبي كان بيهرب من حفظ التاريخ. انا مالي انا احفظ عندي مثلا 20 30 40 50 60 70 تاريخ 100 تاريخ، احفظ ده كله؟ حبيبي ما عندناش حفظ، ما عندناش حفظ خالص. بس احنا كده لازم نبدا نعرف شويه معلومات موجوده عندنا. التاريخ اللي موجود عندنا بيتكلم عن تواريخ، فالتواريخ اللي موجوده مش حفظ ولكن فهم، وده هندربك عليه دلوقتي. فقال لي انت هتدرس ايه؟ قلت له والله انا هدرس العصور، واحنا لسه قايلين ان العصور تنقسم الى عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخيه. قلت له ايه؟ قال لي عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخيه. يبقى لما نتكلم على العصور اللي موجوده عندي احنا قسمناهم لقسمين، عصور ما قبل التاريخ، ودي سميناها عصور ما قبل الكتابه. قبل ما تعرف الكتابه ما كانش بنعرف نفك الخط، فكنا هنسجل ازاي؟ فالمعلومات اللي موجوده كلها هو اللي تركها الانسان القديم، سواء بقى ساب له حله او طشت او ساب له غطا او ساب له قله او ساب له فازه خلاص الحاجات اللي سابها دي كلها بنسميها ايه؟ بنسميها اثار، هي اللي بتدل على تواجده. اما من اول ما عرف الكتابه فسميناها العصور التاريخيه، ودي بنقسمها لاربع اقسام: عصور قديمه لازم تعرفها ليها بدايه وليها نهايه، عصور وسطى، عصور حديثه، عصور معاصره، ودي كلها بنسميها العصور اللي موجوده معايا. في طالب تاني قال لي بقى مستر ما انت عندك حاجه اسمها العصور. ما هو العصور نوعين. يعني ايه كلمه عصر اصلا؟ قال لي العصر ده عباره عن فتره زمنيه قد تطول او تقصر، يعني ممكن تكون طويله او قصيره. فاحنا قسمنا العصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخيه، ده قسمناهم على حسب الكتابه. اما بالنسبه للعصور في علماء تانية بيقسموها لعصور ما قبل الميلاد والعصور الميلاديه. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ان ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام قبل ميلاد سيدنا عيسى بنسميها ما قبل الميلاد، وممكن تكون العصور ما قبل الميلاد موجوده معايا هنا في العصور التاريخيه او عصور ما قبل التاريخ. العصور الميلاديه اللي هي منذ ميلاد سيدنا عيسى. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ان العصور ما قبل الميلاد انا نازل سلم، انزل درجه انزل درجه انزل درجه، طول ما انت نازل انزل انزل انزل.
انزل ازاي يعني يا مستر؟ يعني حضرتك نازل السلم عديت رقم 10 9 8 7 6 5 وهكذا وانت نازل، الرقم الكبير هو اللي حصل الاول. طب تعالى نطبق كده عشان ما تتوهش. يبقى العصور ما قبل الميلاد كل ما يكون الرقم كبير كل ما يكون حصل الاول. في رقم عندك في المنهج 4242 قبل الميلاد، ما هي القاف ميم دي هي قبل الميلاد. 4242 قبل الميلاد يكون هو اللي حصل الايه؟ حصل الاول. طب اللي بعد منه 4000، بص بقى اللي بعد منه اللي حصل بعد منه 4100. طب اللي حصل بعد منه 3200. طب اللي حصل بعد منه 1570 وهكذا. كل ما يكون الرقم كبير قبل الميلاد كل ما يكون هو اللي حصل الاول. وده عكس العصور الميلاديه. العصور الميلاديه اطلع سلم اطلع سلم اطلع سلم، بدليل ان اتولد سيدنا عيسى مثلا 1 ميلادي لحد ما وصلنا للحد التاريخي اللي احنا موجودين فيه 2025، وده بنسميه 1 ميلادي 2025 ميلادي. فكل ما يكون الرقم صغير يكون هو اللي حصل الاول. يبقى انا هنا نازل سلم قبل الميلاد، نازل سلم ماشي اهو لحد قبل الميلاد، هنا طالع سلم العصور الميلاديه اللي موجوده عندي. طيب تعالى بقى نتكلم على النقطه اللي بعد كده. في برضو بعض المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها، مصطلحات خاصه بالتاريخ مهمه جدا 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 هتسمعها. بص يا باشا، احنا عندنا كام معلومه مهمه قوي. يقول لي بص، طالما انت بتتكلم في التاريخ والتاريخ مش هيجي لك في الامتحان بس هيجي لك بالشكل ده، يبقى لازم تعرف المصطلحات. يقول لي اول مصطلح القرن. يعني ايه قرن؟ 100 سنه. القرن 100 سنه، والقرنين مش اسمه قرني، لا القرنين يعني يكون عندي 200 سنه. طب والثلاث قرون 300 سنه، وال10 قرون 1000 سنه. الله، والله كلام جميل. القرن 100 سنه. طيب القرن ال100 سنه ابنه الصغنطوط اسمه ايه؟ اسمه عقد. العقد كام سنه؟ 10 سنين. تعال بقى نلعب بالقرن. القرن 100 سنه. يلا مسائل حسابيه. ال100 سنه عايزين نقسمها ل4 تربع. ربع اول من 0 لحد او من 1 لحد 24. ربع تاني من 25 لحد 49. ربع تالت من 50 لحد مثلا لحد 74. ربع رابع من 75 لحد 99 او لحد 100. هو ده القرن قدامي. يبقى القرن كام ربع؟ 4 تربع. 4 تربع، ربع اول ربع تاني ربع تالت. يبقى الحدث اللي موجود عندي في ال100 سنه بنقسمهم ل4 تربع. كام نص؟ نصين. اقسم القرن نصين. من 1 لحد 49 ده نص اول، من 50 لحد 99 ده نص تاني للقرن. قلت له يا مستر انا مش فاهم حاجه، ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي بص يا حبيبي عشان بس تبقى عندك معلومه. يقول لي 1815. تعال عند ال15 قسها من 1 ل 24 يبقى ربع اول. خلاص انا فهمتها بقى اهو. من 1 لحد 24 ربع اول. طب لو انت قلت لي 1933 دي اكتر من 25 يبقى دول مع بعض ربع تاني. ايه الكلام الجميل ده؟ انا مش فاهم حاجه خالص. ما هو ده التاريخ وهبين لك دلوقتي نقعد نلعب مع بعض ازاي. طيب يبقى دلوقتي انا عندي القرن 100 سنه، العقد 10 سنين، ربع القرن 25، نص القرن 50. ده اللي احنا قلناه. يعني لو انت معاك فطيره يا وحش وعايز تقسم الفطيره نصين يبقى ده اسمه نص اول وده اسمه نص تاني. حبيت تقسمها 4 تربع، ربع اول ربع تاني ربع تالت ربع رابع وهكذا. ده بالنسبه للقرن. القرن بقى لما نقسمه لعيال صغنطتين عايزين نقسمهم. تقسمهم ازاي؟ القرن مستر في 10 عقود. العقد الاول من 1 ل10، الثاني 10 ل20، 20 30 40 50 60 وهكذا. تمام؟ يبقى انت كده قسمت لي. يبقى دلوقتي انا عندي العقد كام سنه؟ 10 سنوات. يبقى العقد الاول 1915 تيجي تقيسها من 0 ل10، لا من 10 ل20 يبقى الحدث ده حصل في العقد الثاني. بس وهقول لك حاجه طريفه تعرف تجيب بيها الكلام ده كله.
يبقى ازاي بقى احول القرن لسنوات والسنوات لقرن؟ بص يا نجم النجوم، عشان ما تتعبش مع عمك غريب، انت بتيجي للتاريخ اللي عندك. التاريخ اللي عندك كده متقسم لأربع أقسام أو ثلاثة أيا كان. مثلا عمك غريب مواليد 1984، عجوز أنا شوية. أنا مواليد 1984، أنا عايز أكتبها بالعربي مش عايز أكتبها بالأرقام. أنت يا مستر كده مواليد القرن الكام؟ قلت له عيب يالا، ايه مواليد القرن الكام؟ يعني انت من زمان، انت عايش من زمان، ما توجعش دماغنا. انت مواليد القرن الكام؟ قلت له انا مواليد القرن العشرين. قال لي جبتها منين؟ قال لي تعالى معاك كام رقم؟ قلت له معايا 4. قال لي عد من الشمال. قلت له ادي رقم 2. قال لي تعالى عند الرقم ده وزود 1. 1 و9 10، ودول اصلا 19 بقى، يبقى ده القرن العشرين. يبقى انا مواليد القرن الكام؟ العشرين. طب 84 تعالى عند ال8 زود 1، تقدر تعرف ان المستر مواليد العقد التاسع. بس عمليه حسابيه بسيطه. فواحد قال لي مستر انا مش فاهمك، وربنا انا ما فاهمك. واحد مواليد سنه 1518، ياه ده عجوز قوي. امسك بقى اخر رقمين روح مزود 1، يبقى ده اسمه القرن الكام؟ قال لي اسمه القرن ال16. بس بسيطه. فواحد قال لي مستر احنا هنزنقك كده في حته انت مش فاهمها. قلت له قول يا نجم النجوم. قال لي لو انت عندك 3 ارقام يعني 733، هتيجي عند ال7 تزود 1، يبقى ده القرن الثامن، وهكذا. طب لو انت عندك 4242، يبقى ده القرن الخامس قبل الميلاد. عد بقى زي ما انت عايز. يبقى ده الحته الخاصه بالسنوات، والحته اللي بتلخبط الطالب، ودي بنطبقها من خلال الشرح واحنا شغالين لما بنبدا نقسم الفصول او نبدا نقسم العصور التاريخيه لبدايه ولنهايه، وده هتعرفه من خلال الشرح معانا. طبعا احنا هنا بنقول لك تاسيس مع بعض المعلومات اللي انت تحتاجها وانت بتذاكر بقى تاريخ. ودي من الحاجات الحلوه قوي، ان انت وانت بتذاكر لازم تبقى شاطر لغه عربيه. ليه يا مستر هتعقدنا ليه؟ مستر احنا بنعرف بس كام معلومه كده يا اسطى بنمشي بيهم الدنيا. لا حبيبي، لازم تعرف كام معلومه باللغه العربيه، وده بيلخبط لك، بيبرجل لك الجمله. لما تيجي تجاوب ما بتعرفش انت بتجاوب عن ايه. يعني مثلا عندك بعض الحروف المهمه قوي، كلمه اثناء. يقول لك اثناء يعني ايه؟ يعني في ظل، وانا شغال دلوقتي، وانا شغال اثناء الحصه، يعني الحصه شغال. فلما يجيب لي لفظ في الجمله يقول لي تم بناء الهرم الاكبر اثناء وجود مثلا الملك خوفو، فانا عرفت ان اللي بناه الملك خوفو في ظل وجوده. طب عرفت ان اثناء العصور الوسطى حصلت مثلا انتشار لامراض زي مرض الطاعون، اثناء العصور الوسطى انتشر الاقطاع، يبقى ده من عيوب العصور نفسها، يبقى اثناء العيوب. طيب راح واحد قال لي اثناء وفهمناها، الجمله اللي بعدها يبان. قال لي انا ليا في اللبان واللي ما بانش ومش عارف. قال لي لا افهم، مش لبان، اسمها ابان او ابان لو يصححوا لنا مدرسين اللغه العربيه. فقال لي يعني ايه كلمه ابان؟ قال لي يعني اثناء. قال لي طب ما تقول اثناء. قال لي جالي سؤال قبل كده لبتوع ثالثه ثانوي، قال لك وضح احوال مصر ابان الحكم العثماني، فالطالب ما عرفش يعني ايه كلمه ابان. ابان دي قبل بعد اثناء مش مفهومه بالنسبه له، فانت تركز على بعض الكلمات الصغيره اللي بتلخبط لك الجمله. فقال لي منذ الوهله. قال لي يعني ايه كلمه وهله؟ قال لي اللحظه، يعني يقول لك منذ توليه احمس الحكم، منذ الوهله الاولى وضع اولى اعتباراته تخليص مصر من الهكسوس. يبقى كلمه الوهله دي خلاص انا فهمتها. كلمه بعد يعني افتر، يعني عكس كلمه اثناء. اثناء الحدث لسه شغال، بعد الحدث خلاص الحدث خلص خالص. قبيل يعني قبله بحاجات بسيطه. عند يعني بمعنى كلمه ابان واثناء. خلاص يقول لك عند اندلاع الحرب العالميه. اعقاب يقول لك العقب ده اللي هو بعد. تمام. مطلع يعني بدايه. الحاجات دي هتبان لك كتير قوي في اللغه العربيه، وبعض المصطلحات الصعبه زي كلمه الوهن اللي هو الضعف، كلمه اندلاع يعني قيام، كلمه الوهله يعني بدايه. اقرا الكلمه دي، اقرا كده يا حماده. انا شايفك وانت عمال تقول لي القمع، قلت لك قمع.
قمع بنعمل بلح الشام. القمع، وده اعلى درجات الظلم، وده من قيام الثورات اللي موجوده عندك، لان احنا عندنا في المناهج ثورات كتيره يقول لك من اسباب قيام الثوره وجود اساليب القمع والشده. فكلمه القمع يعني الاساليب الشديده، الحاجات المهمه، الحاجات اللي بتبدا تضغط على الناس. كلمه القمع يعني الظلم الشديد. العوار، كلمه العوار بمعناها اذكر لي العيوب. ايه العيوب اللي موجوده عندك؟ كلمات زي كده بنبدا نستعين بيها، وطبعا احنا هنا مش هنطول عليك يعني. طيب دلوقتي احنا جينا هنا احنا خلاص احنا بنشطب كده الحصه بتاعتنا، بس عندي كام معلومه لازم حضرتك تفهم. بمعنى لو انا حبيت اقول لك احنا واحنا بنشرح تاريخ لازم في معلومات عندك لازم تفسرها، ودي اللي بتلخبط الطالب. يعني مثلا يقول لك ايه؟ ان حدثت انتخابات مجلس النواب في الفتره الاخيره، كان عندي انتخابات مجلس الشورى او مجلس النواب او انتخابات الرئاسه. من خلال دراستك الحدث اللي انا قلته لك ده حدث ايه؟ فانت تسكت كده شويه تقول لي يعني ايه حدث ايه؟ اقول لك حدث سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا ديني؟ فتقول لي انا مش فاهم. يعني ايه سياسي؟ يعني ايه اقتصادي؟ يعني ايه ديني؟ وهكذا. لو انا قلت لك كان النشاط السائد عند المصري القديم الزراعه، فالزراعه كانت احب الاعمال ليه؟ ده حدث ايه؟ زراعه؟ انا مش فاهم انت قصدك ايه. انا عندي حاجات معينه لازم اهتم بيها، زي كلمه سياسيه. وكلمه سياسه يا معلم لما اقول لك يلا انا هتكلم في السياسه، ايه يا مستر؟ هات ورا. الحيطان ليها ودان. هتتكلم في ايه؟ هتكلم في السياسه. طب وربنا لما اتكلم في السياسه؟ يا عم استهدى بالله، احنا لسه بنقول يا هادي في اول السنه. والله العظيم لا اتكلم في السياسه على عهد الفراعنه، لا اتكلم في السياسه في العصور القديمه، لا اتكلم في السياسه في العصور الوسطى، لا اتكلم في السياسه يعني اي حدث سياسي مرتبط بكل حاجه تخص نظام الحكم. يبقى انت بتتكلم على نظام الحكم، حكم ديمقراطي، حكم ديكتاتوري، حكم بيروقراطي، حكم اوتقراطي، الكلام ده كله هنعرفه. طيب يبقى نظام الحكم اللي موجود عندك، وانت بتتكلم على نظام الحكم بتتكلم على سلطه تشريعيه، بتتكلم على سلطه تنفيذيه، بتتكلم على سلطه قضائيه، الكلام ده كله بنسميه ايه؟ سياسه. كل حاجه تخص نظام الحكم، كل حاجه تخص ثوره، كل حاجه تخص الملك والرؤساء، ده بنسميه سياسه. امال الاقتصادي كل حاجه تجيب لي فلوس، ماني ذاتس ماني، يعني اي حاجه تجيب لك فلوس يا باشا، اي حاجه تجيب لي فلوس، زراعه صناعه تجاره ضرايب، زراعه صناعه تجاره ضرايب، اي حاجه تخص الزراعه والصناعه والتجاره والضرايب والفلوس وطبع الفلوس، كل ده بنسميه ايه؟ قال لي بنسميه اقتصادي. طيب بالنسبه لكلمه اجتماعي، طبقات المجتمع يا باشا. انت ما بتبصش لنفسك ولا ايه؟ انت مش عارف انت بتكلم مين؟ بكلم مين؟ بتكلم فلان الفلاني. مين فلان الفلاني؟ يعني ايه فلان الفلاني دي؟ جبتها منين كلمه فلان الفلاني وعلان العلاني؟ ايه يا عم المصطلحات العجيبه؟ ما تشغلش بالك. كلمه اجتماعي بيقسم الناس لطبقات اجتماعيه على حسب الوضع الاجتماعي، أغنياء وفقراء، حكام، محكومين، بياكلوا ما بياكلوش، بيروحوا الساحل، بيروحوا يصيفوا مش عارف فين. فأنت لما تيجي تتكلم على طبقات المجتمع اللي موجودة، بتتكلم على انتشار نظام اسمه نظام الإقطاع، ناس غنية عندها أراضي زراعية كتير، بتتكلم على التعليم أو الصحة أو المرأة أو العدالة أو التمييز، كل ده بتسميه، أو التفرقة، كل ده بنسميه إيه؟ اجتماعي. طبعا وديني معروف، يعني انت بتتكلم على الدين والمعتقدات والعبادات والكلام ده كله. الحاجات دي بتظهر طبعا، ودي بتعقد طالب اولى ثانوي، ودي احتفظ بيها. يعني لو تقص الفيديو وتخليه معاك، يعني ايه كلمه سياسيه وترجع لها، ويعني ايه كلمه اقتصاديه وترجع لها، ويعني ايه كلمه اجتماعيه، الحاجات دي مهمه قوي 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 تفيدك معايا. في عندي بقى مصطلحات، يعني ايه كلمه سلطه تنفيذيه؟ ما ايه يعني ايه سلطه؟ ما دي حاجات مرتبطه بالسياسه بقى شويه. يعني ايه كلمه سلطه تنفيذيه؟ يعني كلمه الحكومه والرئيس والملك اللي هم اصلا بيحكموا. يبقى كلمه حكومه يعني سلطه تنفيذيه، والسلطه التنفيذيه تنقسم للحكومه والرئيس الدولي. السلطه التشريعيه، ودي موجوده في البلاد اللي فيها الديمقراطيه، وكلمة سلطة تشريعية اللي هي بتقوم بوضع القوانين، ودي تعتبر أعلى هيئة في الدولة يا معلم، ودي بتشمل حاجة اسمها البرلمان. السلطة القضائية مستقلة وتقوم بالحكم بين الناس.
كلمة ديمقراطية يعني لازم يكون عندي سلطة تشريعية، يعني الشعب يحكم. ما هي المصطلحات دي هسمعها ازاي؟ خلاص ما انا اسمعها وهتلاقي المستر وهو بيشرح هوب راح مكروت الكلام ده كله. معلش يا مستر، يعني ايه كلمة ديمقراطية؟ ارجع لفيديو التأسيس بتاع عمك غريب. فكلمة ديمقراطية حكم الشعب لنفسه عن طريق اختيار من يحكم. امال كلمة ديكتاتوري يعني حكم ظالم، واحد بس اللي بيحكم. يعني ديمقراطية عكس كلمة ديكتاتورية. كلمة بيروقراطي هو كلمة ديكتاتوري، واحد بيحكم بس. اوتقراطي حكم الأقلية. ديموغرافي يعني سكان. فرمان مش عندك، وده قرار من السلطان. مرسوم وده قرار من الملك. برلمان وده قلناه. وكل الكلام ده هتبدأ تعرفه بالتفصيل الممل مع عم غريب. حبيت بس امسي عليك واقول لك دي حاجه كده تاسيسي لاولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. حاول كده تسمع يا بتاع سنه اولى ثانوي عشان تقدر تستفيد. وانا قلت لك ما تتخضش وسيبك من مذاكره الاغاني والحفظ، مش هتنفعك ومش هتجيب معاك. انت هتفهم الكلام ده معانا، ولو متابع معانا طول السنه ان شاء الله هتقدر تستفيد ويبقى التاريخ لعبتك والدنيا سهله بالنسبه لك. وما تنساش عمك غريب سندك وحبيبك وعمره ما هيسيبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.